سلام الله عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو اول فيديو ليا على القناه ديالي، نتمنى تشرفوني بالاشتراك ديالكم ومرحبا بكم والف مرحبا. اليوم ان شاء الله غنوجد معكم طويجين ديال بوزروك بطريقه سهله ومبسطه، كيجي لذيذ في نفس الوقت. فما عليكم غير تتبعوا المراحل وبسم الله على بركه الله نبداو الفيديو ديالنا. اول مرحله غنبدا بها هي غناخذ الطويجين ديالي غنديروه يسخن، غندير فيه تقريبا شي 3 المعالق ديال الزيت عاديه يكونوا كبار. غنزيد البصيله ديالي من بعد ما غتسخن ليا الزيت وغنخليها تصهد واحد شويه. من بعد غادي نزيد فصوص ديال الثوم، تقريبا 3 ديال الفصوص. كيف ما كتعرفوا ان بوزروق السر ديالو هو الثوم. من بعد غادي نزيد 2 حبات ديال الطماطم مفرومه على هذا الشكل، وغادي ندي ونجيب البصيله وديك التويمه ومطيشه باش يدخلهم الطياب. من بعد غادي نزيد قزبر ومعدنوس مقطعين على هذا الشكل، وغادي نستعمر في خلط لاصوص ديالي. من بعد غادي نزيد التوابل اللي متكونه من سكينجبير، خرقوم بلدي وابزار وملح. الحاجه اللي ناقصه عندي هنا هي الكمون، حيت انا ما متوفرش عندي داكشي علاش ما درتوش. يمكن لكم تضيفوه، كيعطي واحد الطعم زوين، غير هو ما تكثروش منه باش ما يجيكمش حار. وإلا لاحظتوا معايا هنا جبت البوزروك ديالي، هذا كان عندي في الثلاجه ديجا منقياه وغسلاه مزيان من الرمله وداكشي. وغادي نبدا نضيفو الطويجين ديالي من بعد ما تشحرات ليا مزيان هذيك لاصوص. كنخلط المكونات ديالي مع بعضها باش كل حاجه تشرب ويجي الطويجين ديالي مقاد. ممكن لكم تكتفيو فيه فقط بحال هكاك، ولكن انا غنزيد شي اضافات. مثلا نزيد الزيتون على هذا الشكل، فقط كيبقى كتزيين وصافي. وبطبيعة الحال ما نساوش الحامض المصير. والفلفل الحار بالنسبة للناس اللي كيحبوا الحار. اخر مرحله هي غادي نزيد واحد شويه ديال القزبر ومعدنوس باش يطلق البنه ديالو على هذا الشكل. وغادي نغلق الطاجين ديالي وغنخليه يطيب على نار مهيله. كيف ما كتلاحظوا معايا الطويجين من بعد ما وجد كيجي غزال تبارك الله ما شاء الله، اللذة يا سلام. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تابوناو في لاشين باش يوصلكم كل جديد ديالي. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، الى اللقاء.